هل شعرت يوما أنك تفقد صحتك وطاقتك فجأة رغم أن الأطباء يقولون أنت بخير؟ هل حاولت النجاح لكن كل باب يغلق أمامك وكأن هناك شيئا يمنعك؟ قد يكون السبب هو العين أو الحسد. في هذا الفيديو من قناة الساحر التائب سأكشف لكم أقوى 5 علامات خطيرة تدل على أنك محسود. انتبهوا جيدا، فالعلامة الخامسة تحديدا هي الأخطر ويغفل عنها الكثير. العلامة الأولى: تخيل أنك كنت نشيطا مليئا بالحيوية وفجأة تتحول إلى شخص كسول متعب لا رغبة له في العمل أو حتى النهوض من الفراش. هذا الخمول المفاجئ بدون سبب طبي قد يكون أول إشارة أن العين أصابتك. العلامة الثانية: كم مرة تعثرت في طريقك، سقط هاتفك فجأة أو اصطدمت بأشياء بسيطة مرارا. هذه ليست مصادفة دائما، بل قد تكون كثرة العثرات من أثر العين. والمفاجأة أن معظم الناس لا ينتبهون لهذه العلامة أبدا. العلامة الثالثة: تعيش مع ألم متنقل، صداع يذهب ويعود، مغص بلا تفسير، آلام في الظهر أو المفاصل. تزور الأطباء والنتائج سليمة لكنك ما تزال تعاني. هذا ما يعرف بالأمراض الغامضة، وهي من أبرز بصمات الحسد والعين. العلامة الرابعة: هل تشعر أحيانا بضيق مفاجئ في صدرك، هم يثقل قلبك، أو نوبات غضب وبكاء بلا سبب؟ كأن روحك مثقلة بحمل لا تراه. هذه الحالة تسمى ضيق الصدر المفاجئ، وغالبا تكون نتيجة عين قوية. العلامة الخامسة، وهذه هي العلامة التي يجب أن تتوقف عندها طويلا: تعمل وتخطط وتبذل جهدك، لكن مشروعك يفشل، رزقك يتأخر، وأحلامك تتعطل. المال يضيع، الفرص تضيع، والنجاح يبدو بعيدا رغم اجتهادك. إنه تعطل الرزق وتعثر الحياة، وهذه من أخطر آثار الحسد على الإنسان. إذا وجدت نفسك تعيش هذا السيناريو باستمرار، فاعلم أنك بحاجة لتحصين عاجل. والآن، بعد أن عرفت هذه العلامات ال5، انتبه، فظهور واحدة أو أكثر منها لا يعني أنك محسود بشكل قطعي، لكنها مؤشرات قوية يجب أن لا تهملها. أما الحل فهو بالرقية الشرعية وقراءة سورة البقرة والمعوذات والمحافظة على الأذكار صباحا ومساء. إذا استفدت من هذا الفيديو لا تنسى دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس، لأن الحلقات القادمة ستكون أكثر عمقا وفيها طرق عملية للتخلص من آثار الحسد والسحر نهائيا. دمتم في أمان الله.